السلام عليكم يا ناس. في ناس ما عندهم الا انتقاد لبلدنا. يا ناس البلد هذه والله ما في زيها. لفينا العالم كله وشفنا ما لقينا احسن من البلد هذه. يا جماعة كفانا انتقاد يا جماعة. طيب انتقد ما في مانع، بس انتقاد بناء، اذكر حلول، مو بس تجلس رجل على رجل وتحطوا هذا طيب هذا سيء وهذا بطال وهذا فيه وهذا يخطيه وبدون ما تذكر حلول. يا جماعة الآن عندنا فرصة، عندنا قيادة حكيمة، عندنا قيادة بتغير طالب التغيير، عندنا قيادة شابة. لازم نلتف حوالينهم ونساعدهم. كل من فينا على ثغر، كل من فينا في وظيفة، وكل من فينا في عمل. كل مين يبدأ ببيته بمكان عمله وبنفسه في التغيير، ونساعدهم في التغيير وندعو لهم وننتقد. طيب ننتقد انتقاد بناء، ما انتقاد بس رغبة في التهديم. طالوا حوالينا يا جماعة الخير، طالوا حوالين بلادنا وشوفوا النقد الهدام ايش سوى فيهم. اتقوا الله فينا وفي عيالنا وفي بلادنا يا جماعة الخير. مجرد نشر الشريط هذا والفيديو هذا هو إن ننشر هذا الفكر بين الناس، ننشر هذا الفكر البناء بين الناس، ونخلي الناس يفكروا فكر بناء ورغبة في التجديد وفي التغيير وفي التحسين والتطوير. جزاكم الله خير وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المقطع الأخير نزلته يا سيد صبحي بترجي، أعتقد أنه ما كان منه داعي. أنت من سمع المقطع الأخير حقك يعتقد أنه الشعب والحكومة غير ملتفين على بعض، أو الشعب غير ملتف على الحكومة، وتنصحنا بالالتفاف مع حكومتنا. يا سيدي الكريم، نحن لسنا بحاجة إلى نصيحتك، نحن ملتفين مع حكومتنا. الشعب السعودي والحكومة وآل سعود نحن قلبا وقالبا واحد، ولسنا بحاجة إلى نصيحة منك. عليك أن تنصح نفسك. يا سيدي كنا نتوقع منك مقطع اعتذار عما فعلته، والآن طلعت لنا بشريط ثاني وطلعت لنا بكلام ثاني، كلام غير مفهوم. يا سيدي هناك مثل عربي قديم يقول: تمخض الصخر فولد فأرا. يا سيدي انتقي كلماتك. يا سيدي من سمع هذا الشريط من الدول المعادية اللي حواليك يعتقد أنه هناك خلل داخل المملكة العربية السعودية. يا سيدي أنا ما أدري أناشد مين، ولكن أناشد آل البترجي أن يأخذوا الآيفون حقك ولا عاد يعطوك إياه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.